السلام عليكم متتبعين قناة تحرير جريمة. كنتمنى ان هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم في افضل الاحوال وفي صحة جيدة، وكنطلب من جميع اخوان واخوات انكم ما تبخلوش علينا من لايك لهذا الفيديو، ايضا الاشتراك في القناة، وشكرا للجميع وجزاكم الله خيرا. الان غادي نبداو في سرد الجريمة ديال اليوم او القصة ديال هاد اليوم. هادو واحد جوج ديال الخوت عايشين مع الوالدين ديالهم في واحد الدوار اللي كيتواجد في نواحي مدينة اكادير او في واحد المنطقة في هاد الناحية. هاد الخوت هادو الاخ الكبير غادي واحد النهار غادي يمشي للمدينة، وهنا غادي يخدم في المجال ديال البني. بقى خدام واحد المدة اللي هي طويلة في واحد الورش ديال البني. السيد ولا معلم، من بعد واحد المدة ولا هو مسؤول في هذاك الورش، او نقولوا ولا شاف شانطي في هذاك الورش. هنا غادي يمشي للبلاد، غادي يجيب داك خوه الصغير اللي حتى هو كان غير يدور تما في الدوار، جابو خدمو تما معاه في هذاك الورش ديال البني. السيد ولا خدام كيقابل حتى هو كيخدم كيدير هادي كيدير. هاد الاخ ديالو الكبير اللي كان الاسم ديالو اولا حنا اللي غنسميوه حميد، هاد حميد هذا كان شاف شانطي، وهنا فاش جاب الاخ ديالو ما حاولش انه يتعامل معاه بحال انه الاخ ديالو او يعطيه شي خدمه اللي هي سهله، لا، كيعاملو بحال العمال اللي خدامين تما. اي حاجه كيعطيها لشي خدام اخر كيعطيها له حتى هو. هذا كيقول له لا، انا راه خوك، راه خصك تتعامل معايا، انا راه بزاف عليا كتعطيني شي خدمه اللي هي قاصحه. السيد كيقول له الخدمه هي هادي، راه بحالك بحال الناس اللي خدامين هنا، عجبك الحال انت ما خدامش، ما عجبكش الحال شوف لك شي خدمه اخرى ما احسن من هادي. هاد الاخ الصغير كيشوف حتان وكيصبر، واللي حنا غادي نسميوه الاخ الصغير باش ما نغلطوش، غنسميوه حمزه. هاد حمزه هذا الحاجه الوحيده اللي كان كيدير مع خو حميد زوينه هي ان ملي كتبقى واحد الساعه للغدا كيصيفطو لذاك المحل، واحد البيت اللي هما كانوا كاريين، كيصيفطوا له تما يصايب الغدا. كذلك في العشيه ملي كتبقى الساعه باش انه يساليو الخدمه كيصيفطوا كيقولوا سير وجد العشاء، سير نظف المحل، سير قاد هادي، سير تقضى هادي، سير تقضى هادي. هذا هو المعامله اللي كيدير معاه. اما وقت الخدمه فراه الخدمه بحال الناس اللي خدامين تما. كيمشيو لذاك المحل تما. هذاك حميد كان كيجيب الشراب ديالو كيشرب، اما هذاك حمزه ما كيشرب ما والو، لان الاخ ديالو هو اللي كان كيتحكم فيه، يدير شي حاجه ولا هاك ولا هاك راه غادي يجري عليه. داز المده، هذا حميد هذا في واحد الورش كان كيخدموا فيه او في شي عمارات كيتبناو اللي هما كانوا خدامينهم. كانت واحد البنت عند واحد خالتها تما. هذيك البنت غير جات ضيفه عند خالتها، او نقول له جات من واحد الدوار اللي عند خالتها تما وبقات معاها. كانت كتخرج كتمشي كتجي. هنا غادي يولي هذا حميد هذا تعجبو هذه البنت هذه، غادي يدخل معها في علاقه، دار معها علاقه، ولا كان كيدي على هذاك المحل فين كان هو الاخ ديالو. هذاك المحل تما كيجلس تما كيبقى سهران معها او كتبقى معاه لواحد المده. من بعد فاش بقى كيديها معاه ولا هذاك المحل فرقوا على جوج، جاب واحد او نقولوا شي حاجه اللي فرقها ما بينه وبين الاخ ديالو. الاخ ديالو كاين في الجهه الاخرى وهو في الجهه الثانيه، ولكن بيناتهم شي حاجه اللي مفروقه، يعني شي خشب وشي قصاب وداك الشيء، وفرقوا داك المحل غير باش ياخذ راحته مع ديك البنت هذيك. المهم غادي يدوم هاد العلاقه ديالهم هاد البنت واحد المده. في واحد النهار هاد البنت غادي تجي عند هاد حميد هذا وغتقول له انا راني حامله. كيفاش حامله؟ قالت له راني حامله، راني مشيت عند الطبيب وراه قال لي راه عندك 4 ديال الشهور. ايوا قال لها شنو غنديروا دابا، شنو درتي؟ قالت له شنو غنديروا، راه خصك تزوج بيا باش انك نديروا هاد الولد هذا اللي غادي يتزاد، يعني تكون عنده هويه ديالو وتكون عنده حاله مدنيه ديالو باش انه يكون معروف، خصك تزوج بيا بطبيعه الحال، ياك انت موعدني بالزواج. السيد هنا كيقول له ودي شوف، انت كتشوف المحل اللي حنا ساكنين فيه، انا راه غادي نزوج بيك ولكن خصك تصبري معايا شويه حتى ندبر شي سكنه اللي تقدنا انا وياك. واش بغيتي تجي تسكني معايا في هذا المحل او نص المحل، خويا ساكن في النص وانا ساكن في النص. السيده هنا قالت له لا، خصك تشوف شي حل، ولا هاد خوك غادي يمشي يدبر على راسو، انا ما عنديش مشكل نسكن معاك غير في هذا المحل. السيد هنا ولا كيقول لها لا، خصنا نشوفوا شي طريقه باش اننا نحيدوا هذا الجنين هذا، وحنا حتى نكونوا المستقبل ديالنا ونديروا الدوله ديالنا، وديك الساعات غنتزوجوا ونولدوا الاولاد اللي بغينا. اما دابا باش تولدي وحنا باقيين ما عندنا شي محل، اولا نتزوجوا وحنا باقيين ما عندنا والو، لا. ولا كيمشي لها وكيجيب لها بعض الكينات اللي باش انك يقول لها خصك تشربيهم باش انك ديري الاجهاض لهاد او تطيحي هاد الجنين اللي في البطن ديالك. السيده كتقول له لا، انا ما نقدرش حتى نسول عليهم. كتديه كتمشي واحد النهار ولا يومين وكترجع عنده، كتقول له الكينات اللي عطيتيني راني سولت عليهم وقالوا لي بان الكينه اللي شربتيها ولا راه يعني تشكل عليك خطر، لا انت ولا الجنين ديالك. ايوا شنو غنديروا؟ وقالت له ما عندنا ما نديرو، خصك تتزوج بيا وصافي. ولات كتضغط عليه. السيد هنا ولا كيحاول انه يسيس معها. في واحد الليله
جات عنده لذاك المحل هو كيشرب. هنا قالت له شوف دابا خصك دير معايا شي حل. قال لها اش من حل غندير معاك؟ قالت له يا اما تزوج بيا او لا غنمشي عند البوليس نديكلاري بيك بانك انت حملتني وتحمل المسؤوليه ديال هادشي، وخوك هو حتى هو غنديرو في الشهود لانه شاهد انني كنجي عندك. الناس اللي هما في الشانطي اللي انت مسؤول عليهم تما راه كيشوفوني كنتلاقى معاك وعندي علاقه معاك، انا راه عندي الشهود. دابا غير تزوج بيا او لا غادي نمشي ندير بيك ديكلاراسيون عند البوليس. السيد هنا سمع هادشي هذا بقى كينوض مع السطع تما، لا صبري ما صبري لا هادي ما هادي، بقى كيتزايد معاه في الهضره بالحكم انه هو كان كيشرب وهي كتهضر معاه. في واحد اللحظه كيشدها وكيخنقها او كيقجها، بقى قاجها كيفاش انك غتمشي للبوليس، كيفاش انك كتهديني دابا. المهم بقى قاجها لواحد المده طويله. هذوك خوجا كيطل يشوفوا انه كيقج السيده وكيغوت معها. السيده ما بقاش واحد شويه كان الحس ديالها، من بعد داك الحس ديالها تقطع كيطل كيلقى السيد على انه قاج البنت. بقى حتى هو كيتفرج كيشوف فيه حتى قال لها خليها تما، طلقها خلات البنت ما بقاش كتحرك. السيد ولا كيكمل الشراب ديالو. هذاك خو غير كيشوف كيقول لك ما قتلتيها، قال له غير دايخه دابا تنوض غير كدير ديك موت حمار. السيد هنا بقى كيشرب. هذاك خو الصغير اللي هو حمزه كيشوف على ان البنت ما بقاش كتحرك. جا عندها بقى كيحركها لقى البنت جوج تهامي تصافي، يعني البنت ماتت. قال له اش درتي؟ راه قتلتيها. كيفاش قتلتها؟ ما قتلتها انا. قال له صافي اسكت دابا حتى واحد ما شافنا، حتى شي واحد ما شافها انا دخلت عندنا. دابا سالينا هاد الهضره هادي، وياك تخرج هاد الهضره من فمك او تقولها لشي واحد. صافي خليها هنا. خلاها تما، دار في واحد القنت تما وغطاها وخلاها. في الغد ليه مشاو للخدمه ديالهم عادي، ضلوا داك النهار خدامين. في العشيه فاش سالوا الخدمه قال لخوه اجي نقول لك شوف، ملي غادي يساليو الخدمه الناس او العمال اللي هما خدامين، الناس اللي خدامين مع المية دوك البنيه، فاش غادي يمشيو انت غادي نعطيك واحد البريكول غادي تخدمو وراه غادي نتهلا فيك، او لا حتى انت راه غادي تكون مشارك معايا في هذيك الجريمه اللي درنا البارح. قال له شنو هو؟ قال له فاش غادي يمشيو غادي يجي مور هاد العماره اللي كتبنى مورها تما في واحد البلاصه اللي هي خاويه، وغادي تحفر واحد الحفره كبيره اللي هي قبر. داكشي اللي دار. الناس سالوا الخدمه ديالهم مشاو في حالتهم. السيد عطى لخوه الخدمه تما، واخا ان شي واحد كيشوفوا انه كيحفر تما، هذيك البلاصه راه ديال البني، راه ربما شي خدمه راهم كيديروها تما، حتى واحد ما دا ما جاب. المهم حفر حتى نحفر واحد القبر اللي هو كبير، وعرف ان حتى شي واحد ما غادي يوصل ليه، ومشاو تسناو حتى الليل حتى الظلام، او يعني الناس نعسوا ما بقى حتى شي واحد كيتحرك في هذيك المنطقه. هزوا هذيك الجثه ديال هذيك البنت بالحوايج ديالها بكلشي ديالها، ودفنوها في هذيك الحفره وردموها تما وردوا التراب، وصافي حتى حاجه ما وقعت. هنا ولا هذا الاخ حميد ولا كيتعامل مع داك الخور الصغير مزيان، ولا كيتعامل معاه بطريقه زوينه، كيحاول انه يدير له داكشي اللي في خاطرو. السيد هنا ولا حتى هو كيتشرط عليه، كيقول له حتى انا راه خصني نشرب، حتى انايا عندي حق نعيش الحياه ديالي. السيد كيقول له شغلك هذاك الشيء دير اللي بغيت انت. ولا حتى هاد حمزه ولا حتى هو كيشرب. دامت هاد القضيه لمده 6 ديال السنوات، 6 ديال السنوات حتى شي واحد ما جاب خبر. دازت 6 سنوات من بعد هذاك حميد غادي يتعرف على واحد البنت اللي غادي يمشي يخطبها من عند عائلتها. هنا فاش خطبها من عند العائله ديالها قرب انه يتزوج، عطاه واحد السكنه تما حداهم النيت. السيد هنا هز الحوايج ديالو باش يسكن في هذيك السكنه. هذاك خوه الصغير خلاه في هذاك المحل، قال له شوف انت شوف شي واحد اللي يسكن معاك، او شوف شي بلاصه فين تسكن، من الاحسن لك انك تبقى ساكن هنا. ان هذيك خيتنا راه انا ما بغيتش نبقى جالس هنا، لان كل مره كتخرج ليا وكل مره كتجيني في الناس ما كتخلينيش ننعس. هز الحوايج ديالو مشى لهذيك الدار اللي عطاوه نسابو. هذاك حمزه حتى هو هز الحوايج ديالو ومشى كيسكن مع واحد المعلم اللي كان خدام معاه النيت، سكن معاه في واحد البيت وبقى تما. هذاك المعلم نيت حتى هو كان يشرب، حتى هو سكيري بحالو بحال هذاك حمزه، كيجيبوا الشراب مع بعضياتهم كيبقاو سهرانين كيشربوا. واحد الليله هما يشربوا، وهذا حمزه هذا غادي يقول لهذاك المعلم اللي هو معاه، غادي يقول له شوف راه بغيت نقول لك واحد القضيه. دابا واحد السيد الا قتل واحد الروح والاخر كان حاضر معاه، واش حتى هو غادي يكون شارك معاه؟ قال له كيفاش؟ قال له مثلا واحد قتل واحد الروح والاخر غير كيشوف ما دار والو، واش حتى هو غادي يكون يعني مشارك معاه في الجريمه حتى هو يمشي للحبس؟ هذا قال له لا، علاش غادي يمشي معاه؟ هو غير شاف هو ما دار والو. المهم حبس هنايا. داز واحد النهار ولا يومين، عاودوا سكروا مره اخرى، عاود فين جبد مع الموضوع. قال له دابا واحد السيد الا قتل شي روح وكان حاضر مع شي واحد، واش حتى هو يمشي للحبس؟ قال له لا ما يمشيش للحبس. علاش يمشي للحبس؟ هو غادي يمشي داك اللي قتل، اما داك اللي حاضر ما يمشي ما والو. ولا شارك معاه او لا هز معاه ودفن مع ديك الروح، واش غادي يمشي للحبس؟ قال له لا ما يمشيش، هو غير شارك معاه، هو غير هز معاه
وراه ما قتلش، غير دفن معاه. هذاك الشرع عادي. واخا قالوا لا دازت عليه 6 سنين غادي يمشي للحبس، قالوا لا، الا داز غير واحد عام ولا عامين راه صافي ديك القضيه راه كتنسى، حتى داك اللي قتل راه ما غاديش يمشي للحبس. قال له كيفاش هاد القصه اللي كتسول عليها انت؟ هنا السيد غادي يعاود له، غادي يقول له بان خويا حميد راه قتل واحد البنت، ها كيفاش غادي يعاود له القصه كما عاودت لكم، كيفاش تقتلها، اننا دفناها في بلاصه فلانيه. هذاك المعلم ولا حتى هو كيبحثو كيدي منه الهضره مزيان، السيد ولا كيعطيه جميع التفاصيل. سالوا هذاك الشراب ديالهم نعسو في الغد ليه السيد. هذاك المعلم عنده واحد من العائله ديالو جدرمي، مشى لعندو حكى له القضيه، قال له واحد خينا كيفاش ساكن معايا، ها شنو قال لي البارح وشنو قال لي وشنو قال لي. مزيان. هاد الدركي غادي يعلم الرؤساء ديالو، تخبر النيابه العامه بالامر، غادي يجيبوا هذا المعلم هذا اللي غادي يدير واحد المحضر، او لا غادي يدلي بالاقوال ديالو غادي يديروا ليه واحد المحضر. وهنا غادي يمشيو لعند هذاك حمزه، مشاو عنده لقاو السيد دخل من الخدمه ديالو، سال الخدمه ملاشيه، جابوه داو معهم للمركز، واجهوه بالكلام اللي كان كيقول. السيد هنا لقى راسو انه حصل، عاود للدرك القصه كما داروا لها، قال لهم بان خويا قتل واحد البنت اللي هي كانت خالله ديالو، ومن بعد اننا ديناها انا وياه ودفناها في بلاصه فلانيه. قالوا لي يلا معنا ورينا هاد البلاصه، انت راك بعيد من هاد القضيه، انت غير ورينا البلاصه، خوك راه هو اللي قاتل، هو اللي دار كلشي، انت راه ما عليك والو، غير يلا ورينا. مشى معاهم وراهم البلاصه، حفروا تما. هنا غادي يجبدوا هذيك الجثه على شكل هيكل عظمي، يعني العظومه ديالها، الملابس ديالها باقيين تما، واحد الصباط ديالها باقي حتى هو اللي دفنوه معاها، كلشي تما جبدوه. كانت مشات واحد الفرقه اخرى من الدرك الملكي كيقلبوا على داك حميد اللي اعتقلوه وجابوه للبريغيد. هنا فاش جابوه ايضا جابوا داك الاخ ديالو، بعد لما تلقاو هذيك الجثه ديالو اللي ترفعت المستودع على الاموات، قالوا لحميد وجهوا له التهمه ديال القتل ديال ديك السيده. السيد هنا انكر، قال لهم انا ما قتلت ما والو، كيفاش قتلتها؟ انا ديك السيده بالفعل كانت معايا، ولكن انني ما قتلتهاش، ما عرفتش فين مشات. ولكن فاش غادي يديروا المواجهه مع الاخ ديالو حمزه، فالسيد هنا بقى كيدور عينيه، وفي الاخير كيعترف بالجريمه ديالو. الدرك الملكي قبل ما يديروا هادشي كامل كانوا جابوا واحد الصور ديال الضحيه بعد ما مشاو عند خالتها اللي كدير واحد الديكلاراسيون اللي انها كتقلبت عليها ما خلات فين قلبت عليها، وجابوا ديك الصور ديالها داروا مع مجموعه ديال الصور اللي عرضوهم على داك المتهم الاول اللي هو حمزه، عرضوا عليهم وراهم الصوره ديال الضحيه. كذلك شي معلمين اللي كانوا خدامين في هذاك التاريخ تسمى اللي كان كيشوفوها انك كتلاقى معاه او كتجي عندك شوف شانطي اللي هو حميد، الناس تعرفوا عليه، قالوا هاد البنت راه كتجي عنده. ايوا هنا كتثبتت الجريمه في حق حميد وايضا هذاك حمزه. حميد غادي يعترف بالجريمه وكيقول الدرك بانها هي كتهددني، كانت باغيه تعيني، وانني كنت انايا داير مع علاقه وما عرفتش هي فين كدير شي علاقه مع شي واحد اخر وبغات تساهمني انا، وهذا هو السبب اللي خلاني انني نتخلص منها. وكيقول انا ما كانش عندي نيه انني نتخلص منها لانها عصبتني وانا كنت تحت التاثير ديال الخمر، وما كنتش نظن انها ماتت، راه غير خويا حمزه هو اللي قال لي انها ماتت، وانا كنت كنسحاب غيرها كتدوخ عليا وراه دايره راسها بانها سخفانه. في الاخير هاد الجوج غادي يتقدموا للعداله. بالنسبه للحميد غادي يتحكم ب30 سنه بتهمه القتل، اما الاخ ديالو فهو غادي يتسبب بتهمه التستر على الجريمه وايضا المشاركه في الجريمه، وغادي يتم الحكم عليه ب20 سنه. وكانت هذه النهايه ديالنا ديال الحلقه اليوم، نتلاقى في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.